السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتوضيح مهم قبل ما نبدأ في شرح العملة. هو هدف القناة هو التعريف بتاريخ العملات وتفاصيلها. هدف القناة هو العملات القديمة وليس السعر فقط، فمعرفتك بتفاصيل عملتك تجعلك ان انت تبيعها بأعلى سعر. كل اللي عليك ان انت تسمع تفاصيل العملة بالظبط وتقارنها، ونخش دلوقتي في شرح الفيديو. ومعانا سادس عملة في القايمة وهي 100 جنيه قناع توت عنخ آمون بالطول، المشهورة ب 100 جنيه القناع بالطول. وفي على الوجه الآخر موجود مسجد السيدة زينب. هذه ال 100 جنيه تم إصدارها في 15 مايو 1978، وأخذ يتم إصدارها حتى 16 مارس 1992. تم التوقيع على 11 بريفكس بواقع 1,000,000 ورقة لكل بريفكس. تم التوقيع عليها من 2 من المحافظين، وهو المحافظ الأول محمد عبد الفتاح إبراهيم، والمحافظ الآخر هو صلاح حامد. محمد عبد الفتاح إبراهيم وقع على 10 بريفكسات بواقع 10 مليون ورقة، وصلاح حامد وقع على بريفكس واحد بواقع 1,000,000 ورقة، بإجمالي 11 مليون ورقة. الورقة ديت لو انت شفتها بحالة عادية فسعرها بيبدأ من 100 جنيه، ولو بدأت تعلى تدريجيا والحالة بتاعتها بدأت توصل لحالة الأنصر ممكن توصل سعرها ل 200 جنيه لو هي عادية. أما لو هي بالنسبة للسيريال نمبر بتاعها أو الأرقام بتاعتها لو كلها 0001 0002 3 لحد 0010، فدي سعرها بيوصل من أول 1500 لو وصلت لحالة الأنصر لحد 2000 جنيه. أما لو احنا شفناها كلها 3 خمسات 3 سبعات 3 تمانيات فبيوصل سعرها لحد 2500 جنيه. وكل الأرقام المميزة اللي أنا عرضها لكم على الشاشة دي يا جماعة، كل ورقة بيبقى لها سعر على حسب حالتها وعلى حسب حالة الورقة، لو فيها خدوش، لو فيها عيوب، لو فيها كتابات، لو فيها اتساخ، لو فيها انكسار في الإطار. يعني مثلا لو شفنا السيريال نمبر بتاعها راداري 010110، او شفنا السيريال نمبر بتاعها عنكبوتي زي ما انتم شايفين 787878، او اي نوع عنكبوتي 1212، او موست سوليد اللي هو كله يكون موحد وفي الاخر رقم مختلف، او مميز تصاعدي 1 2 3 4 5 6. فكل ورقه يا جماعه لها سعر وبيتم تقييمها على حسب حالتها بالظبط. انا جايب لكم يا جماعه برضو فيديو توضيح بيعرفكم اهميه العملات القديمه واسعارها، وكيفيه ان انا اعرف سعر العملات اللي معايا ازاي واعرف قيمتها واقدر اقيمها من خلال 4 حاجات هجايبها لكم جوه الفيديو. شوفوا الفيديو سايبه لكم في علامه البايو وممكن تتفرجوا عليه. فلو عجبك الفيديو فما تنسناش ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، عشان احنا بنتعب يا جماعه عشان نجيب لكم جميع الاسعار بتاعه العملات ديت وجميع التواريخ بالظبط، ونجيب لكم معلومات دقيقه تقدروا تستفيدوا بيها، مش بنضحك عليكم في حاجه. اما المفاجاه اللي انا محضرها لكم النهارده داخل الفيديو، اللي انا هجيب لكم بالصور وبالاثباتات جميع العناوين. الناس كلها كانت بتشكك في العناوين اللي احنا بنعرضها على الفيديوهات وبتشكك بتقول انتوا فين اماكن البيع، مفيش اماكن بيع. لا، هعرض لكم اماكن البيع بالتفصيل وهكتبها لكم على الشاشه دلوقتي. الاماكن اللي موجوده سواء بتبيعها في الاسواق الحره في القاهره والاسكندريه، هكتب لكم المكان والعنوان بالظبط بحيث ان انت توصل بكل سهوله ويسر وتبيع العمله اللي معاك لو هي نادره، مش اي عمله وخلاص. تمام. بالاضافه كمان ان هجيب لكم كمان صور الجروبات والمزادات اللي بنعقد عليها. المزادات جروبات في الفيسبوك بنعقد عليها مزادات برضو بتعرض العمله وبيتم تقييمها وبتعرض عليها مزاد، ولو هي غاليه بتبيعها بسعر جد. هجيب لكم صور لبعض المزادات والجروبات ديت عشان تبحثوا عليها وتخشوا عليها بسهوله في اماكن البيع دلوقتي. كده خلصت كل ما يتعلق عن العملات. جه الدور دلوقتي ان انت لو معاك العملات اللي احنا بنقول عليها ديت او اي عملات اخرى تقدر تبيعها فين. تقدر تبيعها قلت لكم مرارا وتكرارا من خلال 5 اماكن. اول مكان تقدر تبيعها من خلال انا شخصيا، لو نفس العمله ونفس المواصفات اللي انا بقول عليها جوه الفيديو هتصورها وتبعتها لي. انا شخصيا هتواصل معاك واخدها بالسعر بعد ما نتفق عليها ونحدد قيمتها ونقيمها ونتفق على السعر وهاخدها منك. تقدر تبيعها ايضا من خلال 4 اماكن. اول مكان من خلال الاسواق الحره اللي موجوده في الاسكندريه وفي موجوده في القاهره. في موجود سوق في القاهره بينعقد كل يوم سبت يسمى سوق ديانه جنب سينما ديانه في شارع عماد الدين الالفي، بينعقد كل يوم سبت من الساعه 8 صباحا حتى الساعه 5 مساء. ايضا في سوق بينعقد في الاسكندريه في منطقه ميامي جنب كافيه صيام، بينعقد كل يوم 4 من الساعه 8 حتى الساعه 5 مساء.
طبعا تقدر تبيع فيهم، والعملات بتروح وتعرض عملات هناك، ولاف الهواة والتجار بتعرض عليهم العملة. طب لو انت مش عاوز تبيع في الاسواق الحرة، ممكن تقدر تبيعها من خلال المتاجر الالكترونية اللي موجودة على الانترنت، زي جوميا وزي علي اكسبريس وزي امازون وزي اي باي والعديد من المتاجر الالكترونية. ايضا تقدر تبيعها من خلال الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك اللي مخصصة لبيع العملات النادرة والشحيحة، وبيتم عقد عليها مزادات بصفة مستمرة، بتعرض عليها العملة وبتواصل معاك آلاف الهواة والتجار. ولو العملة بتاعتك نادرة بتجيب سعر كويس، بيبدأوا يتواصلوا معاك وبياخدوها منك بسعر غالي جدا. وهسيب لكم روابط الجروبات ديت في الرابط اسفل الفيديو لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب. فبطلب من حضراتكم ان انتم تشتركوا عندنا على قناتنا على اليوتيوب، عشان هسيب لكم الروابط بتاعه الجروبات بتاعه الفيسبوك هناك. ايضا تقدر تبيعها من خلال رابع مكان، وهي من خلال موقع يسمى موقع اوليكس. موقع اوليكس دي تطبيق بيتم تنزيله على التليفونات المحموله، موجود عند كل الناس، وفي فئه موجوده لبيع العملات النادره والشحيحه على هذا الموقع اللي هو موقع اوليكس. بتعرض العمله وبتواصل معاك ارضه الاف التجار والهواه بيشتروا منك العمله لو هي نادره. انا كده خلصت يا جماعه كل ما يتعلق عن الفيديو. فلو عجبك الفيديو بتاعنا فتشجعنا باللي انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت لسه موجود ما مشيتش؟ عاش، بقول لك عاش، وبرافو عليك ان انت مكمل الفيديو للاخر. ومعلومه مهمه للناس اللي مكمله الفيديو للاخر، كل الناس اللي هي عندها عملات قديمه، سواء العملات ديت بقى نادره او زي اللي احنا بنقول عليها او عملات عاديه شعبي، فبفاجئكم ان كل العملات يا جماعه بيتم شرائها. كذلك بالاضافه كمان لو العملات اللي معاك ديت حتى معاك تحف، معاك انتيكات، معاك عملات قديمه، معاك سبح، معاك اي حاجه خاصه وعاوز تبيعها، احنا بنقدر ان احنا ناخدها منك ونقيمها لك. كل اللي عليك اللي انت بس تبعت لنا، تقول لنا عاوزين ارقام الواتس، وهبعت لك ارقام الواتس حالا، وتبعت لي كل الحاجات اللي موجوده معاك، وبيتم تقييمها من قبل متخصصين. وبنقول لك السعر حتى لو العملات اللي معاك معدنيه ملهاش قيمه، يعني مش غاليه او مش نادره، بناخدها منك بالكيلو. الكيلو بيعمل من 200 ل 250 جنيه لو هي معدن. اما لو العملات اللي معاك ورق، فالورق الملكي بيبقى سعره غالي، اما الجمهوري بيبقى سعره مش غالي جدا. بناخد منك برضو كل العملات باسعارها وبنقيمها لك. فاحنا بنشتري جميع العملات سواء نادره او غير نادره. وعندنا مكتبين، مكتب عندنا في وسط البلد في سوق ديانه، مكتب الحربي، بالاضافه مكتب موجود في الزمالك ايضا مكتب الحربي. والارقام يا جماعه الواتس مش هينفع ان احنا نسيبها على الفيديوهات عشان الازعاج، بس ابعت لي، بس قول لي عاوز رقم الواتس هبعته لك حالا ونتواصل معاك. وكل اللي بطلبه من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا لايكات كتير يا جماعه للفيديوهات بتاعتنا عشان توصل لكل الناس والناس كلها تستفيد. لربما يكون حد معاه عمله قديمه ونادره ومش عارف قيمتها، نقدر من خلالنا ان هو يعرف قيمتها واسعارها، ممكن تغير مع حياته وتغير حياته حرفيا وتخليه في حته تانيه، تخليه من الاغنياء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.